النصاب دايما بيدور على الطماع والمغفل، وفي الحلقة دي حقيقي هنتكلم عن شوية نصابين باعوا الهوا في أزايز. أهلا بكم في المخزن. فيكتور لوستيج اتولد سنة 1890 في التشيك، واحد من أشهر النصابين اللي جابتهم العالم كله. الراجل ده عمل حاجة غريبة جدا في وقته، قال لك أنا اخترعت ATM. طب ازاي يا معلم؟ عمل مكنة كده بسيطة، حط فيها ورق أبيض وحط فيها $100 كذا $100 كده فوق بعضهم، وقال للناس أنا عندي مكنة ATM، حضرتك كل 6 ساعات هطلع لك $100. يا عم أنت بتتكلم بجد؟ يا عم بتكلم بجد، خدها 24 ساعة جربها. كان حاطط كذا $100 في الأول فوق بعض، وبعد كده كل ورق أبيض. الناس تاخدها تقعد 24 ساعة تجرب، طلع لهم 100 في 100 في 100، ينبسط قوي، ما هي كل 6 ساعات فبتاخد وقت، ينبسطوا قوي، هوب يشتروا المكنة 20-30 ألف دولار عادي جدا. الراجل عمل حبة محترمة وهوب خلع. في يوم من الأيام بعد الحرب العالمية الأولى ماسك الجورنال وقرا كده خبر غريب قوي، إن الحكومة الفرنسية قررت إنها تبيع برج إيفل بسبب تكلفة إصلاحاته الكتيرة قوي بعد الحرب. هما مش معاهم فلوس، هيعملوا إيه؟ الراجل خد شنطته دماغه شغالة، قام طالع على باريس وراح هناك وقابل 6 من أشهر تجار باريس كلهم، وقعد معاهم في فندق قدام الناس كلها وعلى عينك يا تاجر، وقال لهم أنا مفوض الحكومة، وأنا اللي لازم أبيع البرج يعني، فأنتوا ممكن حضراتكم تقدموا لي العطاء اللي أنتوا عايزين تقدموه عشان تشتروا مني البرج. الناس قدمت عطاء، كل واحد قدم حاجة في ظرف كده السعر اللي هو عايز يحطه. الراجل نقى أكتر واحد حاطط فلوس واختاره، وقال له أنت اللي هبيع لك البرج. طبعا الراجل فرح جدا وبتاع، عزم النصاب اللطيف ده عنده على عشوة حلوة في البيت. الراجل قاعد بيتعشى معاه، مرات الراجل التاجر شكت، حست انه الراجل ده مش تمام، في حاجة غلط. النصاب جه في دماغه لقطة كده ب3 ساغ. ابن الذين عمل ايه؟ قال لهم، خد الراجل كده على جنبه وقال له بقول لك ايه، عشان امشي لك الحوار ده انا عايز فلوس، رشوة من الاخر. طبعا الناس اول ما شافوا رشوة قال لك خلاص يبقى ده ايه، موظف مرتشي وتمام هياخد الفلوس، وفعلا الموضوع هيتم البيع وبتاع. النصاب خد الرشوة وخد ثمن البرج وخلع. حب يكرر الموضوع ده مرة أو 2 تاني مع ناس، بس الحقيقة الحكومة ابتدت تلقط كده عيونها في المكان، وعرفت ان هو حقيقي ممكن لا في نصاب بيعمل حوار وبتاع. فلما حس ان هو هيتقفش صباح الخلعون. الراجل من فجره قال لك انا عايز انصب على الكابوني. الكابوني ده واحد من اشهر زعماء المافيا في امريكا، وفعلا اقنعه انه يشتري اسهم بحوالي $50,000. قال له هتشتريهم وهتجيب ارباح ومش عارف ايه، وحاجه هتبقى في مكان تاني. الراجل بصراحه مديله $50,000. الكابوني يعني قال لك انا مش هيتنصب عليا، مين عيل صغير يجي ينصب عليا؟ مستحيل يعني. فعلا الراجل بعد كام شهر رجع الكابوني $50,000 وقال له بص انا ما يرضينيش تخسر، مش ما يرضينيش تخسر. الكابوني وثق فيه قوي وحب قوي، قام مديله ايه $5,000 قيمه مكافاه. الحقيقه محدش للاسف عارف الراجل ده كان عايز يعمل ايه، لانه مات بعدها ومحدش قدر يوصل للفكره اللي كان عايز يعملها في الكابوني. العالم كله كان عايز يوصل للخازوق اللي كان هيحصل في اشهر زعيم مافيا في العالم، فرانك أبيجنيل. وده واحد اتعمل عليه فيلم كاتش مي فيو كان بتاع ليوناردو دي كابريو. الحقيقه الراجل ده يعني عدى كل مراحل النصب اللي ممكن اي حد يتخيلها تقريبا. برضو ده اللي خد منه عادل امام مسلسل العراف، وفكره ان هو النصاب اللي بيعمل كل حاجه. ده الراجل اول واحد نصب عليه في حياته كان ابوه. خد منه الفيزا بتاعته وقال له بابا انا رايح اشتري بيها قطع غيار للعربيه وهعمل وهسوي، هوب خد الفلوس وخلع. الراجل بعد كده فكر، فرانك ده قال لك ايه، انا عايز ابقى طيار. ضرب ورق ان هو طيار ومن جحوده مش عايز يجيب بدله، فبعت للشركه قال لهم انتوا ازاي ما تجيبوليش بدله طيار؟ يعني ايه انا هطلع الطياره من غير بدله طياره؟ جابوا له بدله وقالوا له اتفضل خد يا عم اطلع على الطياره وتمام. ابتدى يطلع على الطياره، بس طبعا مستحيل يطلع الطياره كطيار، هو مش هيقدر. فكان بيطلع ايه، بيضرب ورقتين كده ويضرب شيكات وحاجات ويخلص ورقه مع الناس برشاوي، ويطلع كراكب من الركاب ما يسوقش الطياره. لف العالم تقريبا كله بالطريقه دي. بعد ما لف العالم قال لك ايه الملل ده، انا زهقت قوي، اما اعمل حاجه جديده. اما اشتغل في المحاماه، قام ضارب كام ورقه وقال لك انا محامي. بعد شويه ما عرفش يسلك طبعا لا في القانون ولا في اي حاجه. قال لك خلاص بقى انا من وانا صغير وانا كان نفسي طول عمري اطلع دكتور بقى والجو ده، اما اضرب شهادتين وابقى انا دكتور واروح بقى اعالج المرضى وحاجه لطيفه كده.
اول ما راح المستشفى لقى ممرضات بتساله اسئله يعني هو مش عارف يرد عليهم ويقول لهم ايه. من هنا لهنا قال لك يا عم لا انا لا ليا في التمريض ولا ليا في الطب، انا مش عايز اي حاجه من الكلام ده كله. الراجل ده كان مطلوب في محاكمه في 12 دوله تقريبا، من ضمنهم مصر ولبنان، لغايه لما فعلا اتقبض عليه في امريكا واتسجن 6 شهور. وهم بيسفروه لحد السويد، عرف يهرب من الطياره عن طريق حمام الطياره، بس اول ما نزل اتقبض عليه. بعد 5 سنين في السجن حصل حاجه عمره ما كان يتخيلها. جت الاف بي اي وعرضت عليه عرض زي الاستاذ نور الشريف مع الاستاذ احمد عز في فيلم مسجون ترانزيت، وقالوا له بتحب بلدك؟ طبعا بموت في بلدي. تساعدنا؟ اساعدكم. تقف معانا؟ اقف معاكم. انت هتساعد الدوله وهتساعدنا بالذات في قضايا النصب. مجلس الشيوخ الامريكي قال له انت تبقى مستشار معانا وهتساعدنا برضه في قضايا النصب وقضايا الحاجات الماليه، وهيبقى واحد من رجال الدوله العظماء. وفعلا دي كانت اول شغلانه حقيقيه فرانك ياخدها في حياته، وبعدها حياته اتقلبت 180 درجه. الراجل بقى عنده اسره لطيفه جدا، بقى عنده بيت، بقى عنده شغل، بقى انسان عادي وطبيعي، ونسي تماما موضوع النصب ده. لو عجبك الفيديو اعمل شير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك وشير لبيج المخزن على الفيسبوك وعلى الانستجرام، واستنانا في حلقة جديدة من المخزن.